يا صباح الخير، يا صباح الأمل والتفاؤل. كيفكن يا صبايا؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا الفيديو اليوم. ورجعت لكم فيديو جديد وروتين جديد. صحيح هذا الروتين كتير قصير، بس حبيت ما أطول عليكم وأرجع لكم هيك فيديو كتير حلو وكتير ممتع، وبتمنى إنه تنال إعجابكم. أول شي خلونا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومثل ما شايفين رح نعمل مع بعض اليوم بان كيك على طلب بنوتي الصغيرة، الله يخلي لكم أولادكم. هي طلبت مني وأنا ما حبيت أخجلها. أول شي حطيت بيضتين وبعدين حطيت ظرف فانيليا ورح أخفقهم كتير منيح، بس هون أنا نسيت إني أحط لها السكر هلا مع البيض، بس بالأخير تذكرت الحمد لله وحطيت السكر، لأنه هي كمان هون عم تساعدني وعم تبكي إنه بدها تساعدني. شايفين؟ فهي هون كمان بدها تشارك معي وتساعدني مثل ما هي بتساوي بالروضة، فحبيت هون كمان تساعدني. بس أنا قلت لها إنه أنا عم بصور يعني غير مرة، قالت لا، صارت تبكي إنه إلا بدها تساعدني. فالحمد لله رب العالمين الأمور صارت كله تمام، وما نسينا شيء غير السكر. بالأخير تذكرت وحطيت. هلا مثل ما شفتوا أول شي حطيت بيضتين وحطيت كمان ظرف فانيليا، وبعدين حطيت 3 معالق زيت، وبعدين ضفت لها كاستين حليب، ويفضل كمان نفس الكاسة تعيروا فيها الطحين. كمان ضفت لها كاستين طحين، وكمان ضفت لها ظرف بيكنج باودر. طبعا ما ضفت لها كلها، حطيت نصها. وهلا هون راح اخفقهم كتير منيح، وفيكم تستخدموا اي خفاقة الكهربائية، بس انا هون حبيت اساوي بالخفاقة اليدوية. مثل ما شايفين بدي احركها كتير منيح لحتى ما تضل معنا أي تكتلات بطحين. وسبحان الله إذا الأولاد حبوا شيء كل يوم إذا أكلوها ما بيقولوا لا. يعني هاي الشغلة الحلوة اللي بالأولاد إذا بيحبوا شيء. فنحن الكبار بيجوز أحيانا إنه إذا كل يوم أكلناها منها، أما الصغار فعكسنا تماما. والحمد لله رب العالمين إنه أنا وأولادي إذا حبوا شيء على طول بيطلبوا مني. ودايما بقلكن لما الأكلات اللي فيها لبن، كبة مقلية أو اليبرة، الحمد لله هدول الأكلات على طول هن يعني بلسانهم بيطلبوها مني. وكمان الأنواع الحلو نفس الشيء، لما هن بيحبوا يعني هيك نوع حلو من الحلويات اللي نحن بنساويها، فعلى طول بيطلبوها مني. ونحن بدنا اللي علينا من نلبي طلباتهم، يعني أحسن ما نساوي شيء وهن ما ياكلوها. عرفتوا علي؟ هلا هون دائما أول الوجبة ما بتطلع مثل ما نحن بدنا اياه، بيكون لسه الغاز لسه ما سخن على المزبوط لسه، او الحرارة مرتفعة او منخفضة، يعني لبين ما نظبط الحرارة. فتاني وجبة اجباري رح تطلع ظابطة، ومثل ما شايفين يعني اللون كتير حلو وبيجنن. هلا دائما انا بساوي الحلو ايام السبت او احد، يعني ايام بيكون ما عنا لا مدرسة وما في عنا اي التزامات. اما بايام الاسبوع لا ما بساويها، بس لانه هي طلبت وهي حابة انه تساوي بانكيك كمان، فقررت اني اساوي لها وما ارفض لها طلبها بصراحة. لانه من زمان عم تطلب مني، ووقتها كنت مرضانة كمان وهن كمان كانوا مرضاني، بس كانت جاية عبالها انه تاكل بانكيك، وانا كنت دايما عم بأجل لها انه بس تطيبي رح اساوي لك اياها. فهون تقريبا بعد ما اجيت من المدرسة وطبخت، طبعا هون ما شاركت معاكم صراحة لأنه وقتي كتير ضيق هالأيام، وعندي كمان كسر الدراسة، وكمان في فولتات جديدة وفي كلمات جديدة لازم ندرس. صراحة عندي ضغط دراسة، فمن هالشي ما عم بصور كتير فيديوهات. فإن شاء الله أيام الجاية رح أعوضكم ورح نساوي فلوكات كتير حلوة وروتينات أحلى من هيك بكتير. وهيك جهزت معنا البانكيك، ما شاء الله تبارك الرحمن طلع كتير طيب. وحبيت كمان هيك أزينه بالصوص شوكولاتة. طبعا الزينة اختيارية، فيكن تزينوا اللي بدكن إياه. يعني هي سهلة كتير وما بدها شغل، وكمان الأولاد كتير بيحبوها هيك أنواع من الحلويات.
وهلا حابب اتشكر كل صبية انضمت للقناة، وكمان كل صبية عم تعلق وتحط اللايك وتشارك الفيديو مع اهاليها واصدقائها. بقول ربي يسعدك ويحقق مراد قلبك. وكمان يعني قد ما اتشكرتكم يعني بضل مقصرة بحقكم. ربي ما انحرم منكم من تعليقاتكم الحلوة اللي بتسر القلب والخاطر. ربي يجبر بخاطركم بجاه الايام الفضيلة. هلا هون حبيت اشارك معاكم مشترياتي من الكوفلاند. طبعا كان شوية عندي اغراض نواقص فقلت اروح اجيبهم، لانه بجوز السبت بيكون ما عندي وقت، وهدول الاغراض كانوا لازمتني يعني ضروري وما عندي بالبيت. طبعا مثل ما شايفين كان التوست لازمتي ضروري مشان المدارس. الفلتر كمان كان عندي خلصان، كمان رحت جبته لانه بدون فلتر ما فينا نشرب مي. مثل ما شايفين بهي العلبة فيها تنتين، فوقت أخذتها ب15. تتذكروا وقت بيكون عليه عرض فبيجي 3 مع بعض بيكون ب10 يورو. أما بهي المرة لما رحت اشتريتها فكان بس تنتين بالعلبة بحقها على 15 يورو. ومثل ما شايفين كمان جبت اسفيبك، هذا العلبة الصفراء، فهذا كتير كمان أولادي كتير بيحبوها وبدهنوا عليها الزبدة. ومثل ما شايفين كمان جبت جزر، وجبت كمان الكاجو كان كمان عليه وقتها عرض كمان جبته، وكمان جبت الأقلام الرصاص. تقريبا هدول الأغراض طلع الفاتورة 40 يورو و11 سنت، يعني بس هدول شايفين يعني ما شاء الله الغلا وين ما كان. دائما وأبدا بنقول الحمد لله رب العالمين، والله يديم علينا الصحة والعافية. الصحة والعافية أهم شيء. المصاري بيروحوا بيجي، الأغراض بيغلى بيرخص بيصير، أما الصحة إذا راحت فما بترجع. وكمان بهذا اليوم الأولاد طلبوا من أبوهم إنه يجيب لهم قالب جاتو. طبعا ما في عنا أي مناسبة يا صبايا، بس هيك أحيانا بيجوا على بالهم إنه بدهم قالب جاتو أو شيء حلويات من برا، كمان بنجيب لهم إياه الحمد لله رب العالمين. يعني أنا أكلات الشيبس ما شيبس والعصاير مثل اللي فيها غازات ما بشتري كتير للأولاد، أما شغلات هيك فبحب أشتري لهم إياه وما بقصر معهم والحمد لله رب العالمين. وبما أنهم لساتهم هن صغار ففينا نتحكم فيهم، نمنعهم من المشروبات الغازية، الشيبس نقلل كمان. الحمد لله أنا لحد هلا يعني ما مشربة أولادي لا مشروبات غازية ولا حتى شاي. على طول بجيب لهم العصاير والكوكتيل، يعني هدول أكتر شيء أنا بشرب أولادي، أو آيس تي. يعني اللي بقى موجود بأوروبا بيعرف إنه آيس تي كمان أولادي كتير بيحبوها لهذا العصير، لا فيه غازات ولا فيه أي مواد تانية. وحبيت كمان هيك أساوي فنجان قهوة إلي ولجوزي. نحن هلا شريبين القهوة العربية مو زيادة، يعني بيجي عبالنا بنشرب انه مو كل يوم. اما القهوة الألمانية لا بنشربها كل يوم، واحيانا يعني فنجانين او 3 يعني حسب النهار بيكون يا بنشربها فنجانين او 3 مثل ما قلت لكم. اما القهوة السورية العربية اللي هلا عم بسويها قدامكم هذا لا مقللينه كتير، فأحيانا يعني بالأسبوع مرة أو مرتين حسب ما يعني واحد هيك يشتهي عباله. أما الأكثر شيء نحن بنشربه هي القهوة الألمانية، بحسها إنه هي القهوة يعني صحية أكثر من هي. وكلياتنا بنعرف انه القهوة مضرة، بس انه قد ما كان انه مضرة فالواحد الا ما يشرب بالاسبوع مرة مرتين، يعني ما فينه يستغني عنه. عرفتوا علي؟ انه هو قهوة طيبة بس انه احيانا بيضر، واللي معه مشاكل فبيستغني عنه كليا. عرفتوا علي؟ ان شاء الله تبارك الرحمن. المدلوقة كتير كانت طيبة، والجاتو كمان كتير كان طيب، سلمت اياتهم والحمد لله رب العالمين. الله يديم علينا وعليكم هي النعمة. لهون وصلت معكم لآخر فيديو، بتمنى الفيديو تنال إعجابكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك
تعليق حلو مثلكم. صحيح الفيديو اليوم كان هيك شي بسيط، بس حبيت اني ما انقطع منكم اكتر من هيك. وتضلوا بخير يا صبايا، وسلامات.